ولسه مكملين في تحليات الصيف الباردة. عايزين تحلية سريعة شكلها يشرف وطعمها يجنن؟ تعالوا نعمل كاسات الرافاييلو الباردة بثلاث طبقات، ثلاث طبقات من السعادة، غرقانة في طعم جوز الهند والشوكولاتة البيضاء. هتدوبوا فيها من أول معلقة ومش هتبطلوا تعملوها، والأحلى إنها بدون فرن ولا واقفة كتير في المطبخ. يعني هيكون عندك تحلية سهلة وسريعة اقتصادية وحقيقي في منتهى الشياكة والجمال وكمان الطعم. لايك وشير الفيديو. يلا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. يلا نحضر أول طبقة من التحلية. هيكون عندي 2 كيس من البسكوت بوزن حوالي كده 150 جرام. في تحلية النهاردة أنا مش محتاجة البسكوت يكون مطحون ناعم، أنا عايزاه يكون مجروش، يعني مطحون خشن شوية. فتقدري تعملي الطريقة اللي أنا بعملها دلوقتي، إن احنا بنفضي الاتنين كيس كده في كيس تلاجة. أبدأ إن أنا أكسر البسكوت بالشكل ده. أنا عايزاه يكون خشن مش عايزاه يكون مطحون. لو حابة تعملي الخطوة دي في الكبة، يعني تضربي وتوقفي تضربي وتوقفي بحيث ان البسكوت يفضل مجروش خشن، مفيش اي مشكله. بس الطريقه دي سهله كده ومش بنحتاج ان احنا نطلع ادوات كتير في المطبخ. كسرته بالشكل ده وهبتدي ان انا احطه في الاكواب. يعني في كل كيس كده حوالي معلقتين كبار من البسكوت. هبدأ كده بايد الهون اساوي الطبقه كويس قوي. انا عايزه طبقه البسكوت تكون مستويه. وبكده حضرنا اول طبقه من التحليه، هنسيبها على جنب. ويلا بينا نحضر الطبقه التانية. الطبقة التانية دي من أحلى وألذ أنواع المهلبية اللي هتعملوها في حياتكم. مهلبية غرقانة في جوز الهند، قوامها مختلف عن المهلبية العادية اللي بنعملها، لأن فيها إضافات هتودلكوا المهلبية في حتة تانية. هحتاج 3 كوبايات من اللبن أو الحليب. على اللبن هضيف 3 معالق كبار من النشا، نشا الذرة العادي خالص. هحتاج كمان 4 معالق كبار من السكر، يعني 3 كوبايات لبن، 3 معالق من النشا، 4 معالق من السكر. تقدروا تقللوا كمية السكر زي ما انتوا عايزين. أول إضافة هحط المهلبية في حتة تانية، 3 معالق كبار من جوز الهند. حط 3 معالق كبار مع اللبن والنشا والسكر ونقلب حلو جدا. أنا عايزة النشا يدوب تماما في اللبن. هنرفع بقى الكسرولة دي على النار، وعلى نار متوسطة ايدك فيها، علشان دي مهلبية ممكن تتلسع منك وممكن تكلكع كمان. ايدك فيها لحد ما تبدأ ان هي تتقل معاكي وتغلي واحدة واحدة. أول ما القوام يتقل كده وخلاص تلاقوها بقبقت كده، يعني النشا استوى، هنبدأ ننزل بمكعب من الشوكولاتة البيضاء. المكعب ده كان وزنه حوالي 50 جرام، مش كتير، يعني حاجة كده تطعم لي المهلبية وهتنقل لي المهلبية في حتة تانية خالص. بعد كده هنزل بنقطتين من الفانيليا السايلة وممكن كمان فانيليا باودر. هقلب المهلبية حلو جدا واتأكد من ان الشوكولاتة البيضة دي دابت تماما، وكمان المهلبية بتاعتي النشا استوى فيها كويس جدا، ما يكونش فيه طعم نشا خالص في المهلبية. لو ما عندناش شوكولاتة بيضاء ومش حابين نضيفها، ممكن نضيف مكعب من الزبدة، معلقة يعني من الزبدة، أو نضيف معلقة من السمنة البلدي، يعني زي ما انتوا عايزين. خلاص المهلبية بتاعتي استوت وبقت بالقوام التحفة ده، شايفينه بالمعلقة عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي أنا محتاجاه، لا يكون تقيل قوي ولا يكون خفيف قوي، وبيكون فيها مطة كده. وطبعا اللبية دي ما بتكونش ناعمة خالص، ما بتبقاش كريمية قوي، لا، هي بتبقى ميكس ما بين الكريمية وما بين خشونة الجوز الهند. حطيت المهلبية في حاجة كده ليها بوز عشان أعرف أصب منها، وهبدأ إن أنا أصب المهلبية دي، مهلبية جوز الهند، على طبقة البسكوت بالشكل ده. حاملة الكاس للآخر، لأن الطبقة التالتة مش هتكون سميكة قوي، هتكون بسيطة جدا، هتدينا طعم وتست رائع قوي. خلاص صبيت المهلبية، والمقادير دي مظبوطة جدا على 6 كاسات أو 6 كوبايات، ما تراجعوش ورايا. وده شكل الكوباية، طبقة البسكوت فوقيها طبقة مهلبية جوز الهند في منتهى الطعامة والجمال. هاخد الكوباية دي احطها في التلاجة لمدة ساعتين. أنا عايزة المهلبية تمسك تماما علشان تستعد للطبقة التالتة. الطبقة التالتة مفيش أسهل منها، وهقول لكم كل البدايل لو مش عندنا مكون وعندنا مكون تاني. يلا بينا. تالت طبقة هتكون عندي هنا نوتيلا بيضة. هقول لكم الأول طريقة تخفيفها عشان ما تبصش منكم ويعني تكلكع وكده، وبعد كده هقول لكم البديل. عندي هنا معلقتين كبار من النوتيلا البيضة، علشان اخففها وما تبصش مني بضيف عليها حوالي ربع كوباية زيت. ما نضيفش لا لبن ولا نضيف مية ولا نعرضها للحرارة، لان كل دي هتخلي قوام النوتيلا البيضة مش صوص ابدا، هتلاقوه كلكع وباظ. فالنوتيلا البيضة بتتخفف بزيت ويكون بدرجة حرارة الغرفة، وما نعرضهاش لأي حرارة. نقلب كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده، وهنبدأ ان احنا نصب
نحط حوالي معلقتين صغيرين على كل كوباية، وما تزودوش طبعا لان هي بتبقى مسكرة شوية. طيب لو انا ما عنديش بقى النوتيلا البيضة هعمل ايه؟ هجيب نص بار كده من الشوكولاتة البيضة حوالي 100 جرام، ويكون عندي حوالي 3 4 معالق كده من اللبن، بندفيهم على النار ونبدأ ان احنا نحط الشوكولاتة البيضة بعد ما طبعا ما نقطعها قطع صغيرة، وعلى نار هادية جدا جدا تبدأي انك تقلبي الشوكولاتة الخام مع اللبن وتخففيها بالشكل ده، ومعلقتين زيت في الاخر عشان اللمعة، تبدأي انك تصبيها على الكاسات بتاعتك. ودي اسهل طريقة واحلى طريقة. مش عايزة تحطي شوكولاتة بيضة مفيش اي مشكله، هتمشي معاكي التحليه وتبقى في منتهى اللذاذه والجمال. عشان افنش كوبايات بقى وتبقى شكلها احلى واحلى، ونعرف اللي هياكل ده عباره عن ايه، حطيت من النص كده رشه من جوز الهند المبشور. دي هنا بقى كرات الرافاييلو، بس دي البديل بتاعها طبعا، مش هنجيب بقى رافاييلو ونحطه على الكاسات، لا احنا عايزين حاجه اقتصاديه. الحلويات دي بتتباع في اي سوبر ماركت، في اي مكان بيبيع حلويات هتلاقوا الكرات الشبيهه بالرافاييلو دي متاحه. يعني هبدا انا احط واحده على كل كاس، وحبتين من اللوز، علشان طبعا رافاييلو يعني لوز، جوز هند، شوكولاتة بيضة، وبسكوت. وبس كده. تحلية النهاردة شيك، اقتصادية وسريعة جميلة، طعمها يجنن، وبجد بجد من أحلى التحليات اللي عملتها. طبعا هتقولوا انتي بتقولي كل مرة على التحلية اللي بتعمليها كده، بس بجد والله لما بتدوقوا التحلية دي بتحسوا انه جايبينها من مكان فخم كده وحلو قوي. كفايه انها معموله من ايديكم وفي البيت. هقول لكم بقى اوصف لكم بقى الطعم. هتنزلي بالمعلقه هتطلعي بايه؟ هتطلعي بطبقه بسكوت، فوقيها طبقه مهلبيه جوز هند، فوقيها طبقه نوتيلا بيضه طعمها خيال، وهتلاقيها كده بتدوب في بقك ذوبان مش بتلحقيها خالص. تحفه قوي. وبس كده، دي كانت وصفه النهارده وتحليه النهارده. اتمنى تكون تحليه النهارده عجبتكم. مستنيه رايكم في الكومنتات ولايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الاجمل. لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير ومع السلامه.